صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في episode number 6 من randomly by me your host هبة طه. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. وحشني قوي إني أسجل الحلقات وأتكلم معاكم، بس التأخير ده غصب عني بسبب ظروف امتحاناتي دعواتكم. بس الحمد لله عدنا أهو عودا حميدا يا رب إن شاء الله. وحلقة النهاردة من الحلقات العزيزة قوي قوي على قلبي، عشان هنتكلم عن موضوع فعلا أثر فيا وغير لي حياتي بجد. فجهزوا كوباية من مشروبكم المفضل واسمعوا الحلقة دي في وقت روقان، ويلا بينا نتكلم سوا عن الامتنان. مبدئيا الامتنان هو شعور أو عادة مكتسبة، زيه زي حاجات كتير قوي في حياتنا، احنا اللي بنشتغل عليه وبنكبره وبنبنيه جوانا، وده عن طريق ممارسة الامتنان. وبنعمل ده بإننا كل يوم نكتب 5 أو على الأقل 3 حاجات كنا ممتنين ليها في يومنا النهاردة. أي حاجة مهما كانت صغيرة أو حتى تافهة بالنسبة لمنظور غيرك. الفكرة بقى إن الفعل ده قد ما هو يبان سهل، قد ما هو في الأول ممكن ما يبقاش كده بالنسبة لك، وممكن ما تبقاش عارف تكتب ايه. بس بعد شوية من الاستمرار على العادة دي، عقلك هيتعود إنه يدور على أبسط الحاجات اللي هيكتبها آخر كل يوم، وممكن حتى يخلقها. وبعد شوية فعلا هتلاقي نفسك بتكتب أبسط الحاجات اللي ممكن ما كنتش واخد بالك منها أصلا في الأول. ودي أول فايدة من فوائد الامتنان، وهي إنها بتخليك تحس وتشوف كل الحاجات الحلوة اللي في حياتك مهما كانت بسيطة أو صغيرة. بتبدأ فعلا تقدر النعم الكبيرة زي الصحة والستر والعيلة والأمان أو غيرهم، وتحس بكل اللحظات الصغيرة الجميلة، زي قهوتك الجميلة في الصبح في البلكونة، إنك تشوف لحظات حلوة زي الشروق أو الغروب، أكلة حلوة ومستمتع ومبسوط بيها وانت بتاكلها أو حتى وانت بتجهزها لهواة الأكل زي يعني، الوقت اللي بتقضيه مع الناس اللي بتحبها، أو حتى موقف شفته وحسسك حاجة حلوة. كل الحاجات دي وغيرهم كتير قوي من نعيم الدنيا، اللي للأسف أوقات كتير إحنا بنغفل عنه، واللي الامتنان بيخليك فعلا ترجع تحسها وتقدرها. وعشان كده الامتنان مرتبط ارتباط مباشر بالسعادة. ممكن إن شاء الله نبقى نعمل بعدين حلقة لوحدها عن السعادة إن شاء الله. بس الامتنان ليه علاقة قوية بيها. كل ما كنت شخص ممتن أكتر، كل ما كنت شخص سعيد ومبسوط في حياته أكتر. وده عن طريق كذا حاجة. أولا إن أصلا علميا الشعور بالامتنان مقرون بالسعادة، يعني هو الشعور في حد ذاته بيخليك مبسوط. تاني حاجة بقى إنه بيخليك شخص عارف تتبسط بأصغر وأبسط الأشياء، وده زي ما قلنا عشان هو بيعلمك تحس وتقدر الحاجات دي أصلا. وممكن حتى حاجات ما تكونش مبهجة للدرجة دي بالنسبة لغيرك، وممكن في منها ممارسات يومية كنت بتعملها أصلا من زمان، بس ما كنتش مدرك قيمتها في حياتك أو إنها فعلا بتخليك مبسوط أو بتفرق معاك للدرجة دي. وتالت حاجة بقى عشان الامتنان بيخلق جواك شعور من الرضا، والسعادة دايما دايما موجودة في الرضا. لما تستشعر نعم ربنا عليك اللي لا تعد، ومش بس تستشعر الكم، لا تستشعر الكيف وتحس بقيمة كل نعمة منهم، واللي هي لا تقدر بثمن أو بأي شيء أصلا، هتعيش بشعور داخلي من الرضا والسكينة. حقيقي مفيش حاجة ممكن تساوي الشعور ده. وده مش بس بيديك سعادة، لا هو بيديك قوة كمان، أو خلينا أقول التعبير الأصح بالنسبة لي هو بيديك مرونة نفسية. وأعتقد إن كلنا شفنا ده في أهلنا في غزة. مفيش حاجة ممكن تخلي إنسان يستحمل كل ده غير الإيمان وعقيدة الرضا والتسليم. الشخص اللي في قلبه رضا وتسليم unbreakable يا جماعة، مفيش حاجة في الدنيا تكسره. ممكن يزعل ويتضايق ويمر بفترات صعبة عشان هو إنسان عادي، وعشان دي طبيعة الحياة، وعشان شعور الحزن بالمناسبة أصلا مش عكس الرضا، لأ خالص.
لكن ما فيش حاجة تهزه أو تكسره من جواه. هو دايمًا مسلِّم لربنا وعارف إن أمره كُلّه خير، وممتن لنِعَم ربنا عليه، فحصل له خير هو مبسوط وبيحمد ربنا، حصل له لا قدّر الله حاجة مش لطيفة هو برضه بيحمد ربنا وبيحاول يتعامل مع الموقف بطريقة صح. والجميل بقى إنك مش بس بتكون شايف الحلو اللي في حياتك وممتن ليه، لأ أنت كمان بتوصل إنك بتكون شخص ممتن على المواقف الصعبة دي، وده عشان فايدة كبيرة أوي للامتنان برضه، إنه بيخلّيك شخص بيفكّر بطريقة إيجابية دايمًا، عشان بيعوّدك إنك بتشوف الحلو أو الجانب الكويس من كل موقف حتى لو كان صعب، زي إنه الموقف ده مثلًا ممكن يكون علّمك حاجة معيّنة أو كشفك قدّام نَفْسك أو حتى كشف شخص ليك في حياتك، ومش لازم دايمًا هنكون فاهمين الحكمة من أي حاجة بتحصل لنا. ربنا لو شاء بفضله وكرمه وراها لنا، لو لأ برضه بفضله وكرمه فالإنسان يكفيه ثقته في ربنا سبحانه وتعالى وإنه الحمد لله أمرنا كله خير حتى لو ما أدركناش ده. كمان في مقولة انجليش حلوة قوي عجبتني، هي معناها إن انت لو رجعت للماضي وقررت تمحي كل أخطائك انت كده بتمحي نفسك بتمحي ذاتك. نفس الفكرة بالنسبة لي في المواقف الصعبة، أوقات كتير بتدرك إنك لو ما كنتش مريت بكل ده ما كنتش هتوصل هنا دلوقتي، ما كنتش هتبقى الشخص اللي انت عليه دلوقتي. فالحمد لله يعني دايما وأبدا على كل أقدار ربنا سبحانه وتعالى. والتفكير الإيجابي كمان حلو في المواقف دي مش بس عشان بيوريك الجانب الحلو منها، لأ كمان عشان بيخلي تفكيرك متجه أكتر ناحية تقبل الموقف وإنك تبدأ تشوف الحلول المتاحة بالنسبة لك، فده بيساعدك كتير في إنك تتعامل مع المواقف دي بطريقة صح. كمان من فوائد الامتنان بالنسبة لي الحمد لله هو إنه بيخليك شخص بتعيش اللحظة قوي وبتتبسط بيها، يعني بيخليك more present أو موجود أكتر بشكل حقيقي في اللحظة اللي انت فيها ومستمتع بيها ومركز فيها مش في أي حاجة تانية. غير بقى كل ده فالامتنان ليه أهمية دينية كبيرة جدا وليه أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. وأصلا يمكن كل اللي قلته ده ما هو إلا تفسير أو تطبيق لقوله ووعده الحق سبحانه وتعالى إنه لئن شكرتم لأزيدنكم. كمان دايما بشوف إن سبحان الله الشيطان ما يقدرش على قلب عبد حامد بفضل ربنا وعونه. الامتنان كمان ليه أثر كبير في علاقاتنا بالناس اللي حوالينا، حاول دايما تكون ممتن ومقدر لكل شخص بيقدم لك حاجة حلوة في حياتك أو حتى لوجود الأشخاص دي أصلا. شكرك وامتنانك وتقديرك ليهم وللي بيعملوه وإنك مش واخده for granted أو باستحقاق، ده بيفرق قوي في العلاقات وبيقويها وبيحسسنا حلو تجاه بعض أيا كانت نوع العلاقة دي ايه، وبيخلي الأشخاص عندهم قدرة إن هم يدوك أكتر وأكتر بكل الحب اللي في الدنيا كمان. فحاول دايما تعبر عن امتنانك للناس اللي بتحبهم ولأفعالهم اللطيفة أو لوجودهم المريح اللطيف بالنسبة لك. حابة برضو أضيف من فوائد الامتنان إنه في أبحاث كتير ودراسات بتأكد إنه ليه فوائد على الصحة الجسدية مش بس بيخليك في حالة من السعادة والإيجابية دايما. حابة بقى دلوقتي أشير معاكم tips and tricks ممكن تفرق معاكم أو تسهل عليكم ممارسة الامتنان. أولا في البداية حاول تخلي الموضوع بصورة يومية، لغاية ما الموضوع يتحول لعادة أو طريقة تفكير وأسلوب حياة مش بس مجرد ممارسة يومية بتعملها. وساعتها ممكن ما تمارسش الموضوع بشكل يومي لكن حاول قدر الإمكان تمارسه بشكل منتظم. اعمله وقت ما تحب، ما تخليش الموضوع يتحول لواجب إلزامي ليك، لأ خليه حاجة انت بتتبسط وبتستمتع بيها. كمان حاول تكون محدد وانت بتكتب، يعني لو مثلا يومك كله كان جميل ولطيف ما تقولش أنا ممتن الحمد لله عشان اليوم النهاردة كان حلو، لأ قول أنا ممتن الحمد لله عشان يوم النهاردة كان حلو عشان كذا وكذا وكذا. حدد وعدد الحاجات اللي انت ممتن ليها، وكالعادة طبعا انت بتكتب بنفسك لنفسك، فاكتب براحتك كل حاجة مهما كانت صغيرة أو بسيطة. في الأول الموضوع ممكن يبقى صعب
حاول تبدأ بالنعم الكبيرة وبعدها بالصغيرة هيسهل عليك كتير. كمان حاول تحس بكل حواسك وتستشعر اللي انت شايفه وشمه وسمعه أو حتى لمسه. كل ده بيساعدك تكون موجود أكتر وبتدرك نعم أكتر وأكتر. أخيرا بقى حاول تعمل للامتنان نوت صغيرة كده جميلة لوحده. اكتب دايما التاريخ والوقت عشان لما تكون بتمر بموقف صعب أو في فترة صعبة تقدر ترجع للنوت دي وتشوف وتفتكر إنك الحمد لله في نعم كتير، وإنك الحمد لله عشت لحظات حلوة كتير وعملت ذكريات أحلى كتير، وإن في الحياة ما يستحق العيش لأجله. أخيرا بقى يا جماعة، بما إن دي إن شاء الله غالبا آخر حلقة السنة دي، يا رب تكون كانت سنة لطيفة بالنسبة لكم، ويا رب السنة الجاية إن شاء الله تكون أحلى وأحلى. عاوزة بس أقول إن أي حاجة قلتها هنا في البودكاست أو أي حد بيشير أي حاجة عموما على إنها فرقت معاه للأحسن الحمد لله، فهي تعتبر تجربة شخصية، وممكن يكون في منها اللي مبني على أساس علمي ودراسات على ناس، وده معناه إنها فعلا بنسبة كبيرة هتفرق معاك انت كمان للأحسن. لكن مش لازم ده يحصل طبعا، فيما عدا حلقة النهاردة أو أي حاجة ربنا أصلا هو اللي أمرنا بيها أو حسنا عليها. الفكرة إن احنا مختلفين، ومش دايما الحاجة اللي بتنفع مع غيرك ممكن تنفع أو تكون مناسبة معاك، والعكس عادي جدا. بس المهم إنك تكون فعلا بتحاول طول الوقت تعرف نفسك أكتر وتعرف اللي بيفرق معاك وبيحسن منك، وطول ما انت بتحاول صدقني هتوصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حابة كمان أقول إن أنا فعلا الحمد لله من قلبي ممتنة لربنا إنه وفقني للبودكاست ده، الحمد لله. وإني فعلا من قلبي ممتنة ليك عزيزي المستمع، ممتنة لكل حد شجعني إن أبدأ البودكاست ده، وممتنة لكل حد بيسمع ولكل حد بيسمع وبيقول لي رأيه أو بيحاول يعمل سبورت بأي شكل. شكرا إنكم هنا وشكرا إنكم استمعتوا للآخر. ما تنسوش تدعوا لأهلنا في السودان وفلسطين وسوريا وكل مكان، ربنا ينصر كل إنسان مستضعف في كل مكان يا رب. وما تنسوش تدعموهم بكل حاجة تقدروا عليها. وبس كده، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من راندوملي. باي باي.